الرحيم. دلوقتي يا جماعة عايزين نتعلموا ازاي نصلح باور سبلاي. الباور سبلاي ده بتاع التلفزيون، باور سبلاي التلفزيون. طبعا الباور سبلاي موجود في الريسيفر، موجود في المونيتور، موجود في اي جهاز الكتروني. فلازم تتعلم ازاي تصلحه وازاي الخطوات اللي هنمشي عليها. طبعا انت لو مش عارف مكونات الباور سبلاي، طبعا مكونات الباور ده مكثف التنايم، دولت فلاتر الحماية اللي بتمنع السبارك. أول ما بتركب الباور من هنا بتحصل عملية سبارك، فدول بيحموا الباور. دي دايرة التوحيد. ده فايرستور دوت حماية، لو حصل اوفرلود ولا حاجة بيعمل حماية، بيضرب فيفصل الدايرة. دوت فيوز، طبعا انتوا عارفينه الفيوز. مكثف التنايم. ترانزستور التقطيع نبضي، ترانس التقطيع ومحول نبضي. هنا عندك الاوتو كابلر اهو، اوتو كابلر تحت دوت اوتو كابلر. هنا دايرة الخرج وهنا ترانزستورات الخرج. اول حاجة بتعملها عشان تشتغل في الباور سبلاي، تخش على المكثف الكبير وتقيس 300 فولت هنا. كويس، ما لقيتش 300 فولت هنا بترجع ورا شوية، بترجع على دايرة التوحيد وتشوف هل دايرة التوحيد فيها خرج ولا مفيهاش خرج، عاملة شورت ولا لأ، وتشوف الدخل بتاعها. الدخل اهو الطرفين وادي الخارج بتاعها. ما لقيتش ترجع تاني وتبص على الفيوز. عندك فيوز وعندك فيرستور، ممكن يكون ده ضارب او ده ضارب بسبب فولت عالي. كويس، يعني احنا دلوقتي خطواتنا اول ما بيجيلك باور سبلاي بتخش على الاليكون اول حاجة وتقيس 300 فولت على الطرفين دول. بعد ال 300 فولت بتخش على دايرة، ما لقيتش ال 300 فولت موجودين بترجع على دايرة التوحيد. ده درس تعليمي، انا مش بصلح، انا بعلم ازاي السيكونس او الخطوات اصلاح الباور سبلاي عشان الناس تفهم. ادي مكثف، وبعد كده بتخش على دايرة التوحيد. لقيت ال 300 هنا اتس اوكي خلاص، بتسيب اللي ورا كله وبترجع قدام تاني بتشوف الشغل بتشتغل قدام. لقيتش ال 300 موجودين هنا بترجع على دايرة التوحيد وتشوف مش موجودين ليه. بتقيس دايرة التوحيد مفيش خارج، بترجع تاني بتقيس دايرة التوحيد، ممكن تكون عاملة شورت او اوبن او اي حاجة. كويس، ما لقيتش هنا على دايرة التوحيد 220 دي اي سي، لان هو داخل على اي سي. بترجع تاني وتشوف بتشوف الفيوز وبتشوف الفيرستور وتشيك عليهم، ودوت كمان اهوت بتشيك عليه ودوت. كل ده فيرستور حماية، تشيك على دايرة الحماية وتشوف. يا رب يكون كلامي مفهوم. انا هناخد الباور سبلاي ايه على كذا مرحلة مش على مرحلة واحدة عشان نعرف نفهموه ونشتغلوا فيه ازاي. دلوقتي انا يا جماعة هوصل كهربتي. انا متعلم ازاي نشتغل في الباور سبلاي. بشغل الكهرباء بتاعتي، حطيت الكهرباء 220 خلاص. دلوقتي انا عايز اقيس في كهرباء عندي ولا لا عشان اطمن بس ان الشغل مظبوط. لازم اطمن ان في كهرباء داخله عندي على على ديت. لازم هما الطرفين دول مفيش كهرباء. شفت ازاي؟ مفيش كهرباء. كده اوصل الكهرباء هنا، طلعت لي 200، طلعت لي 220. خلاص انا اطمنت ان الكهرباء داخله. ابتدي بقى اخش على الالكون على طول. ده بالنسبه للناس شغل الاحترافي، لازم تبقى ايه شغال شغل احترافي. الالكون بتاعي اهوت اهو، هقيس عليه اللي هو المكثف الكبير. لقيت 300 فولت، ال 300 موجودين على المكثف الكبير. خلاص طالما لقيت اسيبني اما ارجعش ورا، ارجع قدام، امشي قدام على قدام. طب انا ما لقيتش ال 300 هنا، لو انا حطيت ده كده وكلنا نخلي بالنا من الكهرباء، لو ما لقيتش ال 300 هنا موجودين بعمل ايه؟ قوم جاي راجع تاني ورا، ارجع ورا على دايرة التوحيد. دايرة التوحيد يبقى اشغلها اي سي، هشتغل اي سي على الدخل. دخل دايرة التوحيد اللي هم دول الطرفين اللي في النص دايرة التوحيد، هشتغل كويس.
لقيت ال220 داخلين على دايرة التوحيد، يعني معنى كده ان الكهرباء داخلة لغاية هنا. ده في حالة لو انا ملقتش 300 فولت على المكثف. برجع تاني ورا، مش عايز الخبطكم اهو. انا رجعت ورا، ده في حالة لو ملقتش 300 فولت اهو داخلين. خلاص يبقى انا اتأكدت تمام ان الكهرباء داخلة على دايرة التوحيد. هشوف دايرة التوحيد فيها خارج ولا مفيهاش خارج. ادي دايرة التوحيد قدام الاربع بنات، ادي 1 2 3 4. طبعا عشان تقيس الخارج بتاع دايرة التوحيد لازم تجيب المتر بتاعك على وضع الدي سي اللي هو هنا بدوت، نبتدي نقيسه. ادي دايرة التوحيد، ادي الخارج، وبكل حذر يا جماعة لان الجهاز فيه كهرباء، وبكل حذر شديد جدا ونقيسه. طلعت لي 300. طبعا عشان عكس الاطراف طلع على علامة السالب. لو انا عدلت اطرافي علامة السالب بروح. 300 طالعين من دايرة التوحيد. اذا دايرة التوحيد شغالة، واذا الفيوز شغال، والفيرستور اللي احنا قلنا عليه شغال. طيب النتين بتاع الدخل بتاع دايرة التوحيد اللي هو الاي سي اللي هي 220 وقسنا عليهم لقينا في كهرباء 220. دول الدخل بتاع دايرة التوحيد. لو ملقتش دخل، لو ملقتش 220 على الدخل، احتمال كبير جدا هتلاقي الفيوز خربان، احتمال كبير جدا هتلاقي. لكن لقيت هنا 220، اعرف ان الفيوز والفيروس وكل حاجة شغالة ورا تمام. طيب انت شفت الدخل، عايز تشوف الخارج. الخارج اهو زي ما قلنا هيبقى 300 فولت، ادي 300 فولت شغالين. طيب لو ما لقيتش هنا 300 دولت، لو ما لقيتهمش يبقى دايرة التوحيد خربانة. اذا دايرة التوحيد خربانة. كويس. خلاص يبقى احنا كده ايه عاملين ايه، نحدد في الاعطار بتاعتنا. خلاص طالما دايرة التوحيد شغالة بترجع لقدام، بتخش على المكثف الكبير، لقيت عليه 300 فولت. خلاص يبقى الدنيا كلها ورا شغالة تمام، وتبتدي تشتغل قدام تاني كده اهوت. نحط السالب والموجب مظبوطين، ادي 300 فولت طالعين. طيب خلاص هتبتدي بقى تطلع قدام، تتحرك قدام شوية، هتثبت السالب على السالب بتاع المكثف، وتبتدي تتحرك وتشوف الجهود. عندك ايه تاني؟ عندك الترانزستور الكبير بتاع التقطيع اللي قلنا عليه في الاول. هتقيس فين الخارج بتاعه. الخارج بتاعه اهو داخل على المحول النبضي، الخارج بتاعه داخل على، يبقى انا مثبت ايدي بالسالب واتحرك على الخارج. فين اهو، انا عرفته منين؟ لانه داخل على المحول النبضي. هبتدي اقيس، الاقي 300 فولت. طالما قلت لقيت 300 فولت، اذا كل حاجه شغاله، وكل حاجه قبل المحول النبضي شغاله وزي الفل. كل حاجه من هنا شغاله، الجزء اللي هنا كله شغال لان انا مثبت ايدي. طب ما هو ده من، واديني شغال هنا، اديني اهو كويس. هبتدي بقى اطلع لقدام تاني، خلاص كده لقيت كل حاجه سليمه. هبتدي اطلع لقدام واشوف الخارج. طبعا انا هوقف الفيديو لغايه هنا عشان مش عايز الخبطكم، وهبتدي نشرح تاني ونشوف. انا فصلت الكهرباء خلاص، بس في نقطة عايز اقولها. انت طبعا انا فصلت الكهرباء وشلت الكهرباء من الباور، بس في نقطة. لو انت هنا هتلاقي المكثف عليه كهرباء اهو، المكثف الكبير عليه كهرباء، لازم تخليه يفرغ. لو ما فرغش ومسكت انا لو مسكت البوردة بايدي كده راح اتكهرب. لازم تخليه يفرغ. المكثف الكبير الالكون ده لازم يخليه يفرغ لحد الاخر اهو، عليه 216 فولت. لو انا مسكته راح اتكهرب. دي نقطة كله خلي باله منها، ممنوع تمسك انت، لازم يكون بيفرغ، خلاص. طبعا عشان افرغه يا اما بمقاومة يا اما بطرف الكاوية بتاعتي. ادي الكاوية بتاعتي، ادي الكاوية بتاعتي بتاعت اللحام اهو. بجيب الطرف بتاع الكاوية لان الكاوية فيها ملف، واحطه هنا الطرف السالب والموجب، ولمسهم لبعض يفرغ على طول. طبعا بكل حذر شديد جدا. ادي الطرف السالب وادي الموجب. لو انا عملت كده
المكثف بيفرغ معايا بسرعة شديدة، وخلي بالك كويس جدا من العملية دي اهوت كده. لو انا قست الكهرباء هلاقي المكثف فرغ، وانا قست كهربت كده خلاص بواحد فولت مفيش كهرباء. نبتدي بقى نشرح كده يا جماعة تاني عشان الناس تفهم الدنيا ماشية ازاي، عشان انا الفيديو ده هعمله على جزئين او ثلاثة. ادي دايرة التوحيد زي ما احنا اتفقنا اهو، اللي احنا قلنا عليها. انا قست هنا لقيت 220 اللي هو اي سي، اللي هي الدايرة هنا اللي هي دي هنا. قست هنا لقيت 220. خلاص طالما لقيت 220 المفروض في دخل في خارج، ما لقيتش خارج يبقى اعرف ان ده خربان. هنا 220 اي سي، بتحط الميتر بتاعك على الاي سي، وضع الاي سي، تحط الميتر بتاعك على وضع الاي سي اهو، مكتوب هنا اي سي واحنا شايفين، وتقيس هنا على الطرفين دول. الطرفين دايما اللي في النص هما اللي ايه بيخش عليهم ال 220. لقيتهم موجودين خلاص اوكي. ما لقيتش بترجع ورا تاني بتشوف الفيوز بتاعك وتشوف الفيروس. لقيت ال 220 هنا يبقى كل حاجه سليمه. بتشوف الخارج، هل في خارج ولا مفيش خارج. الخارج ده بيتقاس بالدي سي. دي سي اللي هو السالب والموجب، اللي هو الدي سي اللي هو دوت اللي هو دي سي السالب والموجب. تحط هنا طرف السالب وهنا الموجب وتشوف طلع لك 300 فولت، يبقى ال ال دايرة التوحيد شغالة كويس. ما طلعش 300 فولت على الطرفين دولت السالب والموجب يبقى اذا الدايرة خربانة. لقيت 300 فولت تبقى ماشي قدام شوية تاني، تطلع قدام شوية تاني، تقوم داخل على مكثف التنعيم. ادي المكثف ده بعد ما لقيت ال 300 فولت على بعد ما لقيت ال 300 فولت بعد ما لقيت ال 300 فولت على دايرة التوحيد اللي هي دايرة السوداء اللي هي هنا السوداء. خلاص لقيت ال 300 فولت بتخش على المكثف. واصلين على المكثف كويس جدا. خلاص طالما وصلنا على المكثف كويس جدا، تقوم راجع تاني داخل على ترانزستور التقطيع. بتثبت الطرف السالب على السالب بتاع المكثف الكبير. المكثف الكبير احنا هو دوت. بتثبت الطرف السالب اهو عليه، وتقيس الخارج، لان الخارج عرفت الخارج منين، لانه واصل على محول الشوبر، لان اهو واصل عليه التقطيع. فقست هنا لقيت فيه 300، عرفت ان هو شغال كويس. تاني ادي الطرفين المكثف الكبير، ادي طرفين المكثف الكبير. هثبت السالب هنا، هتتحرك بالموجب على خارج ترانزستور التقطيع، لان عرفت منين ان هو الخارج، لانه واصل على البنة اهو، واصل على البنة بتاعة المحول النبضي اللي هو دوت اهو على الدخل بتاعه. وهقيس طالما قست هنا لقيت هنا في 300 اللي هو ده اهو في المحول النبضي الرجل بتاعته هنا. طالما لقيت فيه 300 يبقى المحول النبضي شغال، وابتدي ارجع اشتغل قدام تاني واشوف المكثفات والترانزستورات الخارج. طبعا ان شاء الله في الحلقة الجاية هوريكم ازاي هنعرف ازاي اذا في حاجة خربانة ولا لا. كده بالنسبة للجزء الاول من الباور سبلاي، ولنا اجزاء كتيرة ان شاء الله واحدة واحدة مع بعض هنتعلموا كل حاجة. ودعواتكم لينا.